السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة الجو عندنا يا جماعة هنا تلج بمعنى الكلمة، تلج. بتشتي من امبارح بالليل لحد الصبح، وكانت بتشتي من شوية، طول النهار بتشتي. النهاردة يا أصدقائي هتكلم معاكم في نقطة ممكن يكون أغلبنا مش واخد باله منها، او ممكن يكون مثلا يعني يحصل معاه موقف او اتنين كده، او دايما يبقى في حاجة سبحان الله ناقصاه. ربنا طبعا للحكمة من عند ربنا، فدايما يعني تبقى نظره كله او اتجاهه كله، والحاجة اللي واخد باله منها هي الحاجة اللي ناقصة عنده. فدايما الحاجة اللي ناقصة عنده دي منغصة عليه عيشته، وكمان مش مخلياه يحمد ويشكر ربنا ويشوف جميع نعم ربنا اللي هي عليه أصلا. كلنا بلا استثناء عندنا في حياتنا حاجة يعني ناقصة فيها، وده دايما أنا شايفة كده. يعني والله أعلم إنه دايما الإنسان مننا لازم يقرب من ربنا ويتجه له بكل جوارحه وبكل إيمانه، علشان خاطر دايما يكسب رضاه طبعا قبل أي حاجة، وعلشان خاطر يرضيه بأي حاجة هو محتاجها أو عاوزها. فدايما الإنسان مننا مفيش حد كامل، يعني كل البشر ما كامل إلا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كلنا بلا استثناء ممكن يكون عندنا حاجات كتير في حياتنا فيها ناقصة أو فيها حاجة مش كاملة. فدايما إحنا يعني قليل جدا اللي دايما حامد شاكر، اللي دايما باصص للحاجة الجميلة الحلوة، النعم الحلوة الكتير اللي في حياته، وبيشكر وبيحمد ربنا عليها. إن شكرتم لأزيدنكم. فاحنا ما ننساش أبدا الشكر والحمد لله على جميع نعمه، وفي نفس الوقت احنا دايما نشوف يعني نقرب من ربنا في الحاجة اللي احنا عاوزينها. وطبعا الدعاء بيغير القدر، دي حاجة كمان القرب من ربنا يعني عشان رضاه، مش عشان خاطر اي حاجة تانية، عشان انه يكون راضي عننا. فلما هيرضى عننا اكيد هو هيرضينا. هو خلقنا واقرب لينا من حبل الوريد، هو عالم بكل واحد فينا، واكيد مليون في المية. ولو في حاجة في حياة حد يعني ناقصة، فأكيد هي الحكمة من عنده سبحان الله، وربنا دايما ما بيعملش غير كل خير. فاحنا دايما نخلي بالنا ان الحاجة اللي ناقصة دي في حياتنا احنا بإيدينا ان احنا يعني نحاول ونقرب من ربنا اكتر، لعل الدعاء يغير اقدار حتى لو مكتوبة انه قدر. لكن ما نخليهاش تبقى هي محور حياتنا الحاجة اللي ناقصة دي، علشان خاطر هي لو بقت محور حياتنا احنا مش هنشوف جميع نعم ربنا علينا، ومش هنشكره ومش هنحمده طبعا عليها. بالعكس قدر حياتنا وتخليها صعبة جدا وفيها مشاكل وفيها يعني ما فيش فيها رضا، مش هيبقى فيها رضا. وعلشان خاطر كده لازم ما نخليهاش محور حياتنا، بالعكس تماما نبص كتير للنعم اللي حوالينا ونحمد ونشكر ربنا عليها. اللهم لك الحمد لك الشكر على جميع نعمك يا رب علينا. ودايما احنا طبعا نقرب له بالدعاء، والدعاء بيغير الاقدار، واللي احنا عاوزينه كله من ربنا بنطلبه، وان شاء الله ربنا يحقق كل مناه الناس اجمعين. ده باب من ابواب الشيطان. الشيطان دايما بيحاول يدخل يعني من حتت ضعف معينه عند الانسان، وعشان خاطر كده خلي بالكم، سدوا كل اماكن الضعف دي، ما تخلوش للشيطان منفذ يدخل يدمر عليكم حياتكم ويخليها مش حلوه ولا سعيده. بالعكس السعاده دايما ان احنا نبقى في رضا كامل من عند ربنا، ونشكر ونحمد ربنا على جميع نعمه. قبل ما نشكره باللسان طبعا يكون شاكرينه من جوانا، يعني راضيين وقابلين وحامدين وشاكرين من جوانا احنا، يعني مسلمين والحمد لله رب العالمين من قلوبنا فعلا قبل النطق. احنا كمان دلوقتي في شهر فضيل، فضله كبير جدا 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 علينا. يعني الحسنة بأضعاف، وقراءة القرآن بأضعاف، والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بأضعاف. وعلشان خاطر كده استغلوا الوقت ده والفرصة دي كويس جدا جدا جدا، علشان خاطر كل اللي نفسه في حاجة من ربنا يطلبها. ممكن تكون ساعة استجابة، وطبعا ربنا يستجيب كل الدعوات إن شاء الله في شهر رمضان الكريم.
وادعوا لي معاكم عشان أنا محتاجة دعاكم، ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين.